واحد من اجمل مشاريع مصر بالكامل. في ناس كتيره سايبين فيلا ليها في مشاريع تانية قويه جدا وعايشين جوه شقه جوه الكومباوند ده راجل البطه اللي جوه معاه باسبور انجليزي. هو منطقي ان حد يسيب فيلا ويروح لشقه، بس هو ده اللي حصل. ده اللي حصل مع مشروع ريجنز بارك، واحد من اجمل مشاريع مصر بالكامل. ليه؟ عشان الانجليش ديزاين اللي هم عاملينه، عشان اللاندسكيب اللي موجوده، عشان الليكس اللي موجوده. هتخش المشروع مش هتحس ان انت في مصر خالص. في ناس كتيره سايبين فيلا ليها في مشاريع تانية قويه جدا وعايشين جوه شقه جوه الكومباوند ده. الكومباوند ده بدا يعيد قصه نجاحه تاني في لوكيشن تاني مميز جدا في الجولدن سكوير. اللي انا بحكي لكم عليه ده اسمه ريجنز سكوير في الجولدن سكوير، على بعد 8 دقائق من الجامعه الامريكيه، على بعد 3 دقائق من مشروع ميفيدا. في وشك فيلات وليان وليك فيو ريزيدنس، كلها مشاريع عمرانه. انت يعتبر ووكينج ديستانس من النادي الاهلي، فتعرف تستفيد من كل الخدمات اللي موجوده حواليك، سواء نوادي او مولات او كومباوندز او حياه بالكامل. هم عاملين دلوقتي مشروع على مساحه 35 فدان، تعرف تاخد فيه شقه احسن من فيلا. طيب انا ليه اسيب فيلا واروح لمشروع شقه زي ده؟ اولا عشان اللوكيشن اميز بكتير، ثانيا هتاخد مينتننس وهتاخد لاندسكيب، هتاخد فاسيلتيز جوه المشروع قويه جدا جدا جدا، هتاخد صيانه محترمه جدا، هتاخد مشروع في قلب التجمع الخامس في منطقه عايشه وعمرانه. يعني ده فعلا لو انت عايز كومباوند بكوميونتي بجوده محترمه وتقدر تضحي بموضوع السلالم بتاعت الفيلا والهسل بتاعها ده كلها، المشروع ده فرصه كويسه جدا جدا ان انت تاخد حاجه رفيعه ومحترمه ونظيفه تعرف تكمل فيها بيت حياتك.